تعالى اقول لكم ايه هي الابراج اللي كلامها دبش، ما بتاخدش بالها من كلامها نهائي. يعني في ناس بتفكر في الكلام كده وبتعقله قبل ما ترد عليك. في ناس بتعرف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، بتعرف تاخد بالها من كلامها شويه. وفي ناس الكلام ما بيعديش على مخها اساسا قبل ما يجي على لسانها، بيتزحلق كده. يعني اي حاجه بيبقوا عايزين يقولوها بيقولوها على طول، ما بيفكروش 3 ثواني بس. عارفين لو فكروا 3 ثواني بس قبل ما يردوا ما كانوش هيبقوا دبش بالشكل ده. دبش مش معناه ان هم دبش، معناه ان هم مش بيعرفوا يجاملوا الكلام، يجاملوا بالكلام يعني، او يجملوه، او يهدوا شويه ويختاروا الالفاظ صح اللي هم عايزين يقولوها. اي حاجه بيبقوا عايزين يقولوها بيقولوها على طول من غير تفكير. طيب، رقم واحد، دول ممكن اقول لكم يعني ايه اكتر الابراج واقل الابراج. اكتر برج دبش قوي في كلامه وما بيعرفش يفكر هو برج الحمل، لانه اصلا اندفاعي جدا، والكلام بيطلع من قلبه على لسانه مش من عقله. يعني لما بيعدي على عقله بيبدأ يستوعب ايه اللي انا نيلته ده، ايه اللي انا قلته ده، انا ما كانش ينفع اقول كده. لكن بعد ما يكون اوريدي قال الكلام، يعني الكلام بيروح في داهية خلاص، وبعدين يبدأ مخه يستوعب اللي هو عمله. فالحمل من اكتر الابراج اللي دبش قوي في كلامها ما بتجملش الكلام. اللي عايز يقوله بيقوله كده على طول. ما بيفكرش كتير. يعني هو بيفكر كتير في المطلق في حياته، هو ليل نهار بيفكر، بس ما بيفكرش قبل ما يقول الكلام. بيرزعه في وشك كده، وبعد ما يخبط فيك ويرد عليه يبدأ يقول ايه ده، الله، ايه ده، ايه اللي انا عكيته ده. فاول برج هو برج الحمل. تاني برج برج القوس. برج القوس كمان دبش قوي في كلامه، صريح. هو بيحس ان هو مش محتاج يقعد يجمل في الكلام ويقعد يزوق ويقعد هو اللي بيفكر فيه بيقوله. فالكلام بيطلع منه كده، يعني بالحب ومن غير تفكير. بيبقى حاسس ان الحياة بسيطة وسهلة من غير ما اكلكعها، من غير ما اقعد افكر انا المفروض قبل ما اكلم فلان اقول له ايه، والمفروض قبل ما اقابل فلان اقابله ازاي، والمفروض لما ادخل على الناس الفلانية اتعامل معاهم بأنهي طريقة. هو اللي بيجي في دماغه بيعمله وخلاص. يعني اللي بيهب خلاص بتروح منه. البرج اللي بعد كده، وهتلاحظوا ان هم اكتر 3 ابراج هي الابراج النارية، فالثالث هو برج الاسد. برج الاسد كذلك. برج الاسد في لحظات عصبيته بيطلع من 0 ل100 مرة واحدة. يعني كده على، يعني ما مش بيتدرج. يعني الناس كلها مثلا لما بتتعصب بتطلع كده 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 لحد ما ايه توصل لمرحلة العصبية العالية. الأسد لا، الأسد بيبقى كده وبيبقى كده، يعني على طول ما بياخدش وقت نهائي، بيتعصب بسرعة جدا. في الأوقات دي بيبقى صعب قوي ان هو يكنترول كلامه، او ان هو ياخد باله من اللي هيقوله. في الاوقات التانية لا، بيبقى شخص لبق جدا، بيعرف يتكلم جدا، بيعرف يقول ايه امتى وفين وازاي وكل الحاجات دي. بس في وقت العصبية، في وقت ما يكون متعصب ومتضايق، نو كنترول خلاص، بيولع بقى. يعني اللي هيجي في باله هيقوله، هيزعق، هيشتم. ممكن تلاقيه غلط شوية الأسد في عصبيته، بس لأن هو مش بيقدر يكنترول، بيبقى بيفقد خلاص، بيفقد السيطرة بقى، عارفين اللي هو الموضوع بيفلت منه. فده برج الأسد. ايه كمان أبراج الجوزاء. الجوزاء كمان ده بشكل مش طبيعي. يعني اللي هو انت ممكن مثلا تبقى بتكلمه في موضوع مهم جدا وعايز تاخد رأيه وبتاع وكده، وبعدين يقولك هو انت اصلا هتعرف تعمل اللي انت بتقول عليه ده؟ انت مين اصلا يا ابني؟ انت اتفه من كده بكتير. يعني هو بيبقى بياخد الموضوع بطريقة بسيطة وسهلة، بس اللي قدامه لان هو بيكون مندمج قوي في الموضوع وبياخد رأي بجد، والموضوع حقيقي فارق معاه، فممكن يقوم خبطة في وشه كده اللي هو ازاي. فده برج الجوزاء، انا بحس ان هو دبش قوي. دبش دي بتنطبق بقى على تفاصيل كتير في حياته، زي مثلا ان هو فكرة ان هو دبش، هو مش دبش بالمعنى، بس هو دبش لان هو صريح جدا، ما بيحبكش هيقولك في وشك.
بيحبك هيقولك في وشك، مش طايقك هيقولك، اللي بيحسه بيعمله. فلو ما قالكش هيشوفك مش هيسلم عليك، هيقلب وشه، ممكن يدخل يعمل لك بلوك. حاجات كتير واخده تحت بند الدبش بس باشكال مختلفه. فالدبش بالنسبه للجوزاء مش بس كلام، مش بس ان انا بقول كده وخلاص الكلام بيتدلق من بقي، لا، الفكره ان انا اللي بحسه واللي ببقى عايزه اعمله بعمله على طول وبقوله على طول. فلما بقول ببقى دبش، ولما بحس حاجه وببقى عايزه اعملها فببقى صريح، ببقى دايركت ستريت فورورد. لما مثلا ضايقتني فيا اما هقول لك ان انت ضايقتني، يا اما هقطع علاقتي بيك، ملهاش تالت. يعني مش هقعد اخد موقف بقى واقعد اعمل موضوع، لا. فده بالنسبه لبرج الجوزاء. البرج اللي كمان الاخير، يعني هما 5 اللي هقولهم، وبرده دبش جدا جدا جدا، هو برج الجدي. برج الجدي برضو بالرغم من ان هو برج ترابي والمفروض ان هو يبقى عاقل ورزين كده وبتاع، لكن هو دبش جدا بس بمزاجه. يعني برج الجدي لو عايز يجامل، لو عايز يقول كلام حلو، لو عايز يوصل لو عايز يبلفك كده ويحطك في جيبه، هو مقرر ان هو يحطك في جيبه وهو ماشي، هيعرف يعمل كده بس بقرار. لكن انت بقى شخص ضايقته، انت شخص مش فارق معاه، انت شخص عملت اي حاجة، هتلاقي رأيه وهتلاقي رد فعله دبش قوي. يعني لو انت عملت مثلا رسمت لوحة جميلة جدا، انت شايفها جميلة جدا ورايح تاخد رأيه فيها، وهو شافها ما عجبتوش، هيقولك ايه القرف اللي انت عامله ده؟ مش هيقولك طب فهمني مثلا، طب قول لي ايه اللي انت عامله، طب اشرح لي انت ايه الرسمه اللي انت راسمها دي، ويبدا يفهم منك ويقول لك طب بس لو كانت اتعملت بالطريقه الفلانيه كانت هتبقى احلى. لا، ايه القرف اللي انت عامله ده؟ العذراء كمان في نفس الصفه دي. العذراء لانه دايما بيميل للمثاليه، دايما عايز كل حاجه بيرفكت قوي، عايز كل حاجه تبقى بالشعره وعلى المسطره. فعنده حته الدبش دي، لانه دايما بينتقد، دايما مش عاجبه حاجه. يعني لو انت مثلا قعدت تحاول في موضوع كتير جدا لحد ما وصلت للي انت عايزه، فرحان جدا وبتاع ورايح تفرحه معاك، وبص انا عملت كذا 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 كذا، حاولت كتير وما نفعش، وبعدين دلوقتي نجحت، وجاي انت فرحان ورايح تقول له ان انت نجحت جدا، فيبص لك كده يقول لك هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ مش قادر تعمل اكتر من كده؟ اخرك يعني؟ اللي هو اخري ايه يا عم، انا بقالي قد كده بحاول عشان اعمل اللي انا عملته ده. لا، هو ده اخرك؟ ده اقصى طموحك؟ يعني اقصى طموحك اللي انت عملته ده؟ فبرج الجوزاء عنده الحته دي، برج العذراء سوري عنده الحته دي عاليه جدا. هو انتقادي جدا جدا جدا، لانه عايزك احسن، وعايز كل حاجه احسن، وعايز الحياه كلها احسن، وعايز كل حاجه تبقى A بلس مش A. يعني هو ما بيقبلش بايه بالنسبه له، ايه القرف ده؟ لكن هو دايما عايز الاي بلس، ما بيقبلش بالاقل مهما كان حلو. يعني مهما كان في ريت عالي جدا بس هو مش احسن حاجه، فبيفضل بالنسبه له وحش. مش يقول ده ريت عالي بس انا عايزه اوصل لاعلى، لا، هيقول ده ريت زي القرف، انا لازم اوصل للريت اللي انا عايزه. فدي مشكله شويه عند برج العذراء، وناس كتير قوي ممكن تتضايق منه بسبب الموضوع ده. لكن من الناحيه التانية هتلاقي ان دي بتخليه يحقق حاجات كتير جدا في حياته غيره ما يعرفش يحققها. يعني كل واحد ممكن يبقى بيرضى باللي هو عمله. انا مثلا اترقيت في شغلي بعد 6 سنين، بقيت مثلا نائب مدير. هو لا، ما يقبلش بنائب مدير، انا عايزه ابقى صاحب الشركه، مش حتى المدير، انا صاحب الشركه. فهو دايما تطلعاته وطموحه والحاجات اللي عايز يوصلها بتبقى عاليه جدا، وما بيستسلمش ولا بيهدى ولا بيعمل اي حاجه في الحياه قبل ما يوصل لاهدافه. فهم كده دول الابراج اللي شويه كلامهم دبش، وانا مش بغلط في اي برج من الابراج. انا كاترينا دبش عموما.
مع اني برج الميزان، يعني المفروض ان هو برج لبق ودبلوماسي وبيعرف يتعامل وكل حاجة، بس انا دبش. فمحدش يزعل من فكرة ان انا بقول ان دي دبش يعني، او انه البرج دبش. كلنا بلا استثناء عندنا